اللي بيقول لك ان العقد نادي الزمالك طالب حجز مكان لرزاق، والعقد ده اتمضى، ده بري كونتراكت. هقول لك ليه يا كابتن. اتفضل. لان عقد رزاق هيخلص 30/10. اوكي. يعني هو 1/11 فري. تمام. فاحنا هنحجز له مكان لغايه يعني بنحجز مكان. لو جبنا البطاقه الدوليه موافقه رئيس النادي يبقى خلاص هنحجز مكان. البطاقه تيجي يوم الاحد يوم الاثنين، مطرح ما تيجي يبقى خلاص خلصنا القصه دي. لو موافقه رئيس النادي، رئيس النادي ما وافقش، اللعيب هيبقى فري. وتيجي بطاقته في يناير. بس فهيبقى احنا برضه حاجزين مكان لاحتمال يعني للاثنين. مش هنخلي رئيس النادي يوافق وبعد كده ما نلاقيش مكان. ايوه بس انت بتحجز مفتوح. انت بتحجز مكان ليناير اذا كان عقده هينتهي في شهر 11، لانك تعلم تماما ان نظام الترانسفير ماتشنج سيستم هيتقفل في اكتوبر، فبالتالي لن تستطيع انك تعمل انتقالات بعد هذا التاريخ. هنحاول بقى يا كابتن ان احنا هنجيب استثناء من الفيفا، لان هو لعيب فري، عقده هيخلص من دلوقتي والزمالك متعاقد معاه من دلوقتي. طب خليك